الحرمين الشريفين يسلم حفظه الله الكأس الذهبية لصاحب السمو الملك الأمير عبد الرحمن بن سعود، ثم لكابتن الفريق اللاعب ماجد أحمد عبد الله. عشق الأمير عبد الرحمن بن سعود الرياضة ومارسها لاعبا قبل أن يتولى رئاسة نادي النصر في مطلع الستينات الميلادية، ليقوده من فريق يقبع في الدرجة الثانية إلى فريق يقارع الكبار لكسب البطولات المختلفة. ويعلم هذا كل الرياضيين المتابعين، وأتمنى يعلم كل الأخوان المشاهدين، نادي النصر هو الوحيد في المملكة العربية السعودية ويمكن حتى في العالم العربي، هو كان نادي درجة ثانية مأخوذ منه للمنتخب المدرسي اللي هو عبارة منتخب المملكة 3 لاعبين. المنتخب الأول سعودة مساعد العفتان، ميزر أمان الله يغفر له ويسكنه في جناته ناصر كرداش اللي هو ناصر بن محمد بن هادي الشهرة حقته كرداش. 3 لاعبين وهو نادي درجة، فالعصر ذهبي يعني 3 لاعبين من نادي درجة ثانية، وحقق بطولات على مستوى المملكة درجة ثانية، حقق بطولة درجة ثانية وصعد الدرجة الأولى اللي هي الممتاز حاليا، وكل حياته بطولة. يعني النصر ما عمره يعني نادرا ما يمر عليه 3 سنين 4 سنين ما يحقق بطولات. نعم. ودروع. نادي النصر أعظم الانتصارات للمنتخب الوطني، نتشرف أنه أعظم لاعب من نادي النصر. يصف مؤرخي الرياضة السعودية الأمير عبد الرحمن بأنه مؤسس النهضة النصراوية، على الرغم من أنه تولى رئاسة النادي بعد تأسيسه على يد الأخوين زيد وحسين الجبعاء. وأهم ما يميز نادي النصر يا عزيزي هو إخلاص لاعبيه ووقت جماهيره. نصراوية سريعة ناحية اليمين لسعيد الغامدي، سعيد الغامدي اللي بيحاول يلعبها باتجاه ماجد، تصل لماجد لبندر العمران على راس ماجد بالراس المرمى، جول! أنا من سابد حبه علشان اللي بيحبه، ولو حتى قسي قلبه أنا من سابد حبه علشان. قاد الأمير عبد الرحمن بن سعود نادي النصر في عصره الذهبي إلى خطف الكثير من البطولات، ونجح في تكوين فريق مرصع بالنجوم، ابتداء من الحارس الفذ سالم مروان، ومرورا بيوسف خميس ومحيسن الجمعان، وانتهاء بالجوهرة السمراء ماجد عبد الله وغيرهم من نجوم النصر. صالح المطلق بيعليها وبالراس كينيدي وماجد بالراس وماجد بالراس وجول! ويرجع المراقبون نجاحات فريق النصر في عهده الزاهر وبزوغ نجم العديد من المواهب في صفوف النصر إلى حنكة الأمير عبد الرحمن في التعاقد مع أبرز المدربين العالميين، وقدراته التفاوضية العالية التي نجحت في استقطاب مدربين تركوا بصمتهم على النصر والكرة السعودية، ومن هؤلاء اليوغوسلافي بروشتش والبرازيلي زاغالو والكثير غيرهم ممن كانت الرياضة السعودية والنصر محطة من محطاتهم العالمية البارزة. 106 أهداف تتلعب الكرة، يا سلام يا سلام يا فهد، يا سلام يا فهد الهريفي، فهد الهريفي يحط الهدف الثاني للنصر بعد مرور 2 دقيقة من زمن شوط المباراة الثاني. كورة جميلة جدا اتلعبت خطأ من فهد الهريفي، خطأ لعب.
وعرف الأمير عبد الرحمن بن سعود بقوة حجته وسرعة بديهته، ونجح رحمه الله في توظيفهما في تصريحاته وردوده الإعلامية، والتي كانت ولا زالت حديث الجماهير الرياضية حتى الآن. وكان صوتا مؤثرا على الساحة الإعلامية، إذ كان لتصريحاته وقع كبير على جماهير ناديه وجماهير الأندية الأخرى، وكان تأثير تصريحاته يتجاوز الجماهير إلى التأثير على موازين المنافسة الرياضية بين فريقه والفرق الأخرى من الناحية النفسية. أولا اسم النصر، لأنه منتهى طموح الإنسان في حياته إيش هو؟ الفوز والنصر. لا، النصر. الفوز ممكن يكون مرحلة معينة، ولكن النصر هو قمة هالمرحلة. النصر في الدراسة، النصر في الحياة، النصر في الرياضة، النصر في التجارة، النصر في كل شيء. فاسم النصر جذبني لأني إنسان طموح، وأنا أعتقد كل إنسان طموح يحب النصر. خلال تاريخه الرياضي العريق دخل الأمير عبد الرحمن بن سعود في نزاعات ومواجهات رياضية عديدة مع نظرائه من الرؤساء أو مع اللاعبين أو حتى مع إعلاميين اختلفوا معه في الرأي والتوجه، لكنهم اتفقوا جميعا على مقولته الشهيرة: الاختلاف لا يفسد للود قضية. كل من يعمل لازم له ناس يختلفوا معه في الرأي أو غير محبين. نعم. لأن أردت الإنسان يا أخ حمد تعرف أنه فاشل ولا يعمل، فقس مدى أعدائه. كل ما الإنسان تجد ما له أعداء اعرف أنه ما يعمل أبدا أو ما له محبين أبدا. أحبك يا نصر والله أحبك، أحبك يا نصر والله أحبك، في وسط القلب يصبر حبك. اشتهر الأمير عبد الرحمن بن سعود بحدة انتقاداته أحيانا وقسوتها في أحيان أخرى، وطالب مرارا وتكرارا بإجراء المناظرات التلفزيونية لمقارعة الذين اختلفوا معه من مسؤولين عن الرياضة السعودية على مختلف مستوياتهم، أو من مسؤولين عن الأندية الرياضية، أو حتى الحكام والإعلاميين. هو اللي يكشف أي واحد ينتقد الحكم أو يكشف الحكم، سواء كان صحفي الناقد أو إداري أو أيا يكن. نعم. يكشف الحكم اللي هي المناظرة التلفزيونية. يعني أنا أتمنى المناظرة التلفزيونية، وهذه بتقلل من نقد الحكام وبتقلل في نفس الوقت من أخطاء الحكام. كيف؟ تقلل من نقد الحكام لأنه أي مسؤول، سواء أخوك في الله عبد الرحمن بن سعود أو أي زميل آخر في أي نادي كان، أو أي مدرب أو صحفي أو أيا كان ينتقد الحكم، ستقلل، لأنه معناه تعرف في مناظرة معناه ما تتكلم إلا بالشيء اللي أنت واثق منه، وإلا معنى ذلك سوف تنكشف على الجماهير إن كلامك غير صحيح. أما أنت غير واعي غير فاهم، أو أنت تريد تضلل الناس وتعمل بلبلة على أساس أو خلافه من الأشياء كلها، ولذلك بيقلل، ما عاد يقول إلا الشيء اللي واثق منه 100%، وبيقلل من النقد. أيضا الحكم يعرف أنه بيناقش وبدار محاضرة، إن ما حضر معنى مهزوم وانسحب واعترف بخطأ، وإن حضر عليه أن يدافع عن نفسه. ولذلك الحكم سيتلافى أخطاؤه قدر الإمكان، لأنه يعرف في مناظرة وأمام الجماهير، وسوف ينكشف إذا كان مخطئ وتسلط الأضواء على خطأه. ومارس الأمير عبد الرحمن بن سعود الكتابة الصحفية بصفة متقاطعة، إذ كتب في عدة صحف سعودية زاويته الشهيرة بعنوان
بصراحة، والتي كانت تتطرق إلى الشأن الرياضي والاجتماعي بأسلوب متميز وفريد من نوعه. وأطلقت الجماهير السعودية على الأمير عبد الرحمن بن سعود لقب فاكهة الرياضة السعودية، واستحق هذا اللقب بجدارة، إذ كان لحضوره نكهة خاصة أذكت روح المنافسة الرياضية ومنحتها وهجا مميزا افتقدته كثيرا بعد رحيله. وجماهير نادي النصر اللي أرجوها فعلا في المستقبل، سواء عبد الرحمن بن سعود فيه أو مو فيه، أي شخص يكون المسؤول، إنه يجب إنه إدارة نادينا، لاعبي نادينا، لأي لعبة كانت نقف معاهم. طبعا في لاعب مميز ولاعب غير مميز او كذا، لكن يجب نقف معهم جميعا. ولكن اللاعب طبعا المميز له قيمته وله تقديره وله احترامه، صح ولا لا؟ وله محبته، لكن لا يعني نخليه على حساب الاخرين، لانه لما نركز على نخليه على حساب الاخرين معنى ذلك بيفقد قيمته كنجم، لانه بيفقد تعاونه مع زملائه. طبعا انا ما اقول كل لاعبين، طبعا اللاعبين يعنيهم ناديهم قبل اي شيء كان، لكن برضه ان النفس لأمارة بالسوء، قالها القرآن الكريم، قالها اعز ما انزل على الناس وأعظم ما أنزل على الناس. إذا نكون حريين في توحيد صفوفنا، في محبتنا البعض، في أن نتعاون لمصلحة نادينا. ويعد الأمير عبد الرحمن واحدا من أقدم رؤساء الأندية في العالم، ومن القلائل الذين استمروا في منصب رئاسة النادي لمدة تجاوزت الربع قرن وبلغت أكثر من 35 عاما. وتولى عميد رؤساء الأندية السعودية الأمير عبد الرحمن بن سعود خلال فترة عمله الرياضي الطويل العديد من المناصب الرياضية المختلفة، أبرزها رئاسة الاتحاد السعودي لكرة السلة، وعضوية الاتحاد السعودي لكرة القدم، وعضوية اللجنة الأولمبية السعودية، وغيرها من المناصب الأخرى المتعددة، فضلا عن رئاسة وفود المنتخبات السعودية المشاركة في البطولات الإقليمية والدولية. أشرف في طلعت لون أرضي والبحري الأصفر. علاقة الأمير عبد الرحمن بن سعود بالنصر علاقة يضرب فيها المثل، فهو العاشق المتيم بناديه، المحب المخلص له، والذي بذل فيه جهدا كبيرا توجه بتحقيق العديد من البطولات. ولا يزال الجميع يذكرون إجابته الشهيرة في أحد الحوارات الإذاعية حينما سئل عن أول قرار سيتخذه لو تولى رئاسة نادي الهلال، النادي المنافس لناديه، لتأتي إجابته سريعا: سأقدم استقالتي وأعود إلى نادي النصر. نادي الهلال هو نادي من ضمن أندية، ليه نعطيه اهتمام زيادة عن اللزوم؟ يعني ما هو زايد على الأندية بحاجة ولا ناقص أيضا عن حاجة، نحترمه ونقدر زي باقي الأندية. ليه نعطيه أهمية زيادة عن اللزوم؟ صحيح عنده الصحافة، صحيفتين 3 صح وكذا، لكن الصحافة يعني قد تفيد مؤقت، لكن لا تفيد دائما، للناس على درجة كبيرة من الوعي والإدراك. ولكن عموما نادي الهلال أنا أعتقد أنه الأسهل، وقلت رأيي وما زلت أقوله. وحاز الأمير عبد الرحمن بن سعود رحمه الله العديد من الجوائز المحلية والدولية، أبرزها جائزة اللجنة الأولمبية الدولية كأبرز الشخصيات التي خدمت الرياضة خلال القرن الماضي، ووسام الرواد العرب المقدم من جامعة الدول العربية تقديرا لإسهاماته في دعم الرياضة العربية، وكذلك جائزة الاستحقاق الرياضي الدولية الكبرى من لجنة التحكيم الدولية. وأخيرا وقبيل وفاته بأقل من عام نال جائزة المفتاحة السنوية، وتسلمها من يد أمير منطقة عسير الأمير خالد الفيصل. وفي أواخر حياته شكى الأمير عبد الرحمن بن سعود من مشاكل طبية في قلبه النابض بحب النصر العاشق للعمل الرياضي، ذلك القلب الذي أتعبته سنين العمل الرياضي المضني وأهلكته أعوام من الجهد المبذول في سبيل الكرة السعودية، ليرفض الأمير عبد الرحمن العلاج مرات عدة ويؤجل السفر إلى الخارج للبقاء مع ناديه، والذي كان يصارع حينها في المنافسات الرياضية المحلية من أجل استعادة أمجاده العريقة. وفي صباح يوم حزين أشرقت فيه شمس الوداع، رحل الأمير عبد الرحمن بن سعود عن الدنيا عن عمر يناهز 63 عاما، لتفقد الرياضة السعودية
واحدا من أبرز رجالها الذين تركوا خلفهم إرثا عريضا من العمل الرياضي الزاهر. نقول لاخواننا مشاهدي برنامج ART تلفزيون راديو العرب عفوا وعدم المؤاخذه اذا اطلنا عليكم، اذا ضايقناكم، لان احنا ضيوف في كل بيت واحد منكم، وارجو ما نكون ضيوف فقراء عليكم. يا ليت ان الزمن يرجع ورا ولا الليالي تدور، ويرجع وقتنا الاول وننعم في بساطتنا. زمان اول احس انه زمان فيه صدق الشعور، نحب ونخلص النية وتجمعنا محبتنا. زمن ما فيه لا غيبة ولا حتى نفاق وزور. يا ليته بس لو يرجع ونسترجع طفولتنا. أنا ليت الزمن يرجع ورا ولا الليالي تدور، ويرجع وقتنا الأول وننعم في بساطتنا. زمان ولا أحس إنه زمان فيه صدق شعور، نحب ونخلص النية وتجمعنا محبتنا. زمن ما فيه لا غيبة ولا حتى نفاق وزور. يا ليته بس لو يرجع ونسترجع طفولتنا. صغار قلوبنا بيضا نعيش بعالم محصور، ولا نعرف أبد أغراب ما غير عيال حارتنا. ولكن دارت الأيام وبان الخافي المستور، وصار الهم متعلي على قمة سعادتنا. كورنا وصارت الدنيا تصف أحزاننا بالدور، وتهدينا الألم والهم غصب عن عين رغبتنا. تعبنا من بلاوينا، أحد ضيق وأحد مقهور، وكل غارق بهمه وفي الآخر تشد